قال الله سبحانه وتعالى: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال قبل ذلك: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. روي أن الإمام أبي الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما دخل مصر جاءه علماء مصر وصوفية مصر يريدون امتحانه لما سمعوا عنه بأنه يتكلم في الحقائق الصوفية وإن الناس قد اجتمعوا حوله وله أتباع وله مريدون، فجاءوا يريدون أن يختبروه، فدخل عليه وجهاء مصر وعلماء مصر فكشف رضي الله عنه وأرضاه عما يريدون. أعلمه الله تعالى بإلهام منه أن هؤلاء جاءوا لامتحانك. فلما دخلوا عليه وأخذوا مجالسهم قال يخاطبهم: هل صليتم الصبح اليوم؟ هل صليتم اليوم الصبح؟ فتعجبوا من هذا السؤال. أيقال العالم يسأل هل صلى الصبح أم لا؟ قالوا له: أيقال لمثلنا هذا؟ قال: نعم. الله سبحانه وتعالى قال: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إن كنتم لا تجزعون إذا جاء الشر ولا تمنعون إذا جاء الخير فقد صليتم، وإلا فلا. المصلي هو الذي إذا مسه الشر لا يجزع وإذا مسه الخير لا يمنع. إن كنتم كذلك فقد صليتم الصبح، وإلا فلم تصلوا. فعلموا مراده ثم أذعنوا له واستسلموا له رضي الله عنه وأرضاه. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، يعني إذا جاءه الخير يمنع، وإذا جاءه الشر لا يصبر، يصاب بالقلق ويصاب بالجزع ويصاب بعدم الصبر. المؤمن يصبر عند الشدائد ويشكر عند النعم. المؤمن المصلي إذا جاء النعم يشكر الله سبحانه وتعالى، وإذا جاءت الشدائد يصبر ويتحمل، لأنه يعلم أنها جاءت من الله الذي يأتي منه كل شيء. هذه المصيبة لم تأتيك من أحد، وإنما جاءتك من خالقك الذي ابتدأك بالخير قبل أن توجد، ولا تزال نعمه تترى عليك وهي متابعة دائما عليك. فإذا جاءتك مصيبة من عنده تصبر. بدأك بما تحب فلتصبر له على ما يحب. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. المصلي ليس كذلك، لا يمنع إذا جاء الخير. المصلي يؤدي الحقوق، يؤدي زكاة أمواله، يتصدق، يضيف، يشكر الله سبحانه وتعالى، يعين على مشاريع الخير، لأنه يشكر نعم الله عليه. إذا مسه الخير لا يمنع، وإذا مسه الشر لا يجزع. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر. الإنسان هذا عام، ثم استثنى المصلين إلا المصلين. المصلون ليسوا كذلك. المؤمن لا يكون كذلك.